لما تيجي تحبي حب الراجل اللي بيغير عليكي، الراجل اللي بيهمه قوي تفاصيلك وتفاصيل لبسك، الراجل اللي تحسي معاه بأمانك واستقرارك وسعادتك. حب الراجل اللي كلمته معاكي واحدة ووعده سيف على رقبته، اللي بيهمه أمرك وبيعمل حسابه خاطر لزعلك مش خوفا منك، اللي شخصيته قوية ومتزنة والناس بتعمل له ألف حساب. ويا ريت بقى ما تحطيش في اعتباراتك آراء البعض من صحباتك اللي تقولك بقى ده متسلط وازاي تقبلي على نفسك كده، واللي تقولك ده عايز يعيش دور الرجولة عليكي، واللي ممكن كمان تديلك درس عن الرجولة. وطبعا اللي تقولك ده انا مستحيل ارتبط براجل زي ده، دي حياة تبقى سامة. خدي بالك ان من طبيعة الراجل ان يكون راجل معاكي مش عليكي زي ما هم شايفينه، ومن طبيعتك انت كأنثى انك تميلي للراجل اللي شبه ده، ولو ما ملتيش للراجل اللي شبه ده يبقى انت اللي فيكي حاجة غلط، لانك اكيد مش هتميلي لراجل طبيعته ما تفرقش كتير عن طبيعتك كأنثى. كل حاجة تقولها له اوكي وطيب ونعم ومعاكي زي الخاتم في صباعك، لان الراجل ياخد ويدي معاكي في وجهات النظر، انما القرار الاول والاخير دايما بيكون راجع له هو. ولو انت في يوم من الايام ارتبطت بوصف تاني غير الوصف اللي انا قلتهولك وحكيتهولك عن الرجولة، صدقيني مع الوقت هتفقدي روح التحدي والانجذاب في العلاقة اللي انت فيها، لان مش ميزة خالص انك تكوني مسيطرة على الراجل اللي في حياتك، لانك لو وصلت للنقطة دي تأكدي انك فيما بعد عمره ما هيملى عينك، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتدوري على غيره الا من رحم ربي.